مرحبا وأهلا وسهلا بيكم. قبل لا نبدأ حلقتنا نقولكم ما يحلى الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ونتمنى تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس، جزاكم الله خيرا. حلقتنا ورحلتنا اليوم على خرافة يعرفوها كان القليل، وخرافتنا على بوطبرين، الكائن اللي خوفوا بيه في الصغار أيام زمان، أيام الجدة والخير. كان كل ما يتذكر اسمه الرعب والخوف يعبيوا المكان، القلوب تدق، الركايب تضرب في بعضها، وشعر الراس يقف. ويا سادة ويا مادة يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. قالت الجدة وحكات باللي كانت فما قرية صغيرة جاية وسط الغابة وداير بيها 7 جبال. هيك القرية كانوا ناسها عايشين على الفلاحة ويحبوا الهنا والراحة، قلوبهم صافية وعيشتهم دافية. أما كانت فما حاجة تخوفهم ومقدر عليهم عيشتهم، حاجة مركبت لهم الرعب بصغيرهم وبكبيرهم، حاجة ما تظهر كان وقت غروب الشمس. هيك الحاجة اسمها بوطبرين. بوطبرين ماهوش إنسان وماهوش حيوان، هو مخلوق غريب، وجهه مغلف بالصوف، عينيه كبار واسعين يلمعوا كي مصباحين، صوته كزفير الريح، تسمعه من بعيد يعيط ويقول طابرين جاء وقت الحصادين. ويقولوا عليه ما يظهر كان للصغار اللي يلعبوا في الغابة ولا يقعدوا في الزنقة بعد الغروب، ولا اللي يكذبوا ولا ياكلوا حاجات مخبية بالسرقة من أماتهم. في هيك القرية كان فما طفل صغير معروف بالكذب متاعه، وكان كل يوم يختلق حكاية ورواية لين ما عادش يحب يسمعه حتى حد. أمه المسكينة نهار كامل وهي وراه، عيش ولدي راهو حرام، ما عادش تكذب، يهديك ويصلح رايك، لو كان يفيق بيك بوطبرين إلا ما ياكلك. هيك الطفل يضحك عليها ويقول لها بوطبرين مخلوق ماهوش موجود، وانتم الكبار اخترعتوا هالكلام باش تخوفوا بيه الصغار. وفي نهار من نهارات الصيف وقت اللي الشمس بدأت تطيح، مشى هيك الطفل للغابة باش يجيب الكرموس، وقال بينه وبين روحه نخطف روحي نجيبك عباد ونرجع قبل لا يروح بابا. وصل للغابة وبدا يدور بين الأشجار، وإذا بيه سمع حس كيف الخشخشة فوق الأوراق اليابسة تزحف. اتلفت على اليمين وعلى اليسار، ما فما شيء وما فما حد. غريبة كيفاش، والصوت قاعد يقرب ويزيد، يقرب ويزيد، وولا أقوى وأقوى. هيك الطفل خاف وترعب، جابش يهرب، وإذا بوطبرين وقف قدامه، وجهه ماهوش مفهوم ومستحيل تنجم تفسر ملامحه. وبصوت خشين مرعب قال لهيك الطفل يا كذاب يلي ما تسمعش الكلام، هاني جيت باش نهزك معايا للظلام. الطفل بالرعبة والخوف ركيبوا ضربوا في بعضهم، بدا يصيح ويجري كيف المجنون، ودخل لدارهم بالنفس اللي قريب يتقص. ومن نهارتها اتربى ونحى الكذب، ومستحيل يخرج بعد المغرب ولا ياكل حاجة من غير ما يشاور. وكل ما يشوف واحد من صغار القرية ينصحه ويقول له إذا ما تحبش بوطبرين يجيك اقعد عاقل ورد بالك تكذب. وإذا وصلت لآخر الفيديو وعجبك ما تبخلش علينا بالاشتراك واللايك، وإلى أن نلتقي
نقولكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.